هذه ماشي أول مرة اللي كيظهر فيها الزليج المغربي في التظاهرة الرياضية. كان في افتتاحية ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1983، وكان في افتتاحية كأس العالم للأندية 2013، وحاليا كنشوفه في اللوغو ديال الكاف كأس الأمم الإفريقية. هادشي هذا كيقلق الجيران وكيعمل ضجة، ولكن السؤال اللي ما بغاوش بزاف يعرفوا جوابه الحقيقي: واش الزليج خرج من أزقة فاس أو جا من الأندلس أو جذوره تلمسانية؟ 2022 الجيران سخن عليهم راسهم وقالوا بأن الزليج هو تراث مشترك، وشفنا في التوني ديال اللاعبين ديالو. هنا المغرب قال له هدا غادي. الوثائق التاريخية هي اللي كتحكم. اليونسكو سجلت الزليج المغربي كتراث لا مادي في 2015. كنرجعوا لأقدم نموذج ديال الزليج هو في مسجد القرويين في موقع شال الرباط. كاين واحد المسجد، واحد البقايا ديال المسجد كيعود التاريخ ديالو للسلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الماريني قرن 14. المؤرخين كيقولوا أن الزليج دا مع تأسيس مدينة فاس 172 هجرية القرن الثامن الميلادي، ولكن البروز والتحول ديالو من فسيفساء بسيطة وعادية إلى أشكال هندسية منمقة ومعقدة بدا مع عهد المارينيين اللي حكموا المغرب بين القرن 13 و15 ميلادي. خير دليل تمشي من شمال المغرب للجنوب ديالو، المساجد، القصور، الرياضات، الدور، غادي تلقى الزليج المغربي حاضر وبقوة. وحتى خارج المغرب السفارات المغربية كلها مزخرفة بالزليج المغربي. أما الفرق بين الزليج والسيراميك: السيراميك كيتخدم بآلات وألوان كيميائية مصنعة، أما الزليج كيتخدم قطعة قطعة بطريقة هندسية رياضية معقدة، وكل قطعة كترمز المعنى. مثلا الدائري يرمز لاكتمال الخلق، معاني صوفية. والألوان ألوان طبيعية، مادة الكوبالت الأزرق ومادة النحاس للأخضر. هادشي هذا كيبين أن المغرب ما استوردش الزليج، وإنما خلقه وطوره وجعله فن متكامل. الزليج ماشي فقط طين ملون، هو قصة حضارة، ألوان من معادن التربة المغربية، نقوش رياضية موروثة، تاريخ شاهد أن المغرب كان السباق في تحويل الأرض إلى فن. دابا بلا ما يفكر شي حد وينسب الزليج ليه، راه التاريخ كيشهد ويجاوب. السلام عليكم.